السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واليوم نهار جديد وفيديو جديد وروتين جديد. وقبل ما غادي نبداو الفيديو ديالنا دائما غادي نبداو بالصلاة على النبي سيدنا محمد عليه افضل الصلوات. وتنتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم في احسن ظروف واحسن الاوقات. وبالنسبه اللي كيشوف القناه ديالي اول مره تنقول ليه مرحبا بك معايا في قناتي حياتي من بيتي. وغادي نبداو الروتين ديالنا. المهم حنايا باقي عندنا رمضان مشى وجا رجع. المهم كنصوموا شوال الله يقبل. وهنايا كيف ما كيبان لكم اول حاجه بديت بها هي الحسوه، درتها الطيب. من بعد ما طابت يعني دخلاتها النص ديال الطيبه عاد زدت فيها واحد 3 أو 4 ديال الفصوص ديال الثوم، كيبقاو اختياري، اللي بغى يديرهم يديرهم، اللي ما بغاش يديرهم ما غيديرهمش. وغادي ندير واحد شويه ديال زيت الزيتون. كتعجبني انا الحسوه طيب من الاول معاها شويه ديال زيت الزيتون، كتعطيها واحد النكهه صافي. وغادي نخليها طيب من طبيعه الحال على النار اللي كتكون متوسطه. وهنايا غادي نجبد هاد البريوه ماشي بريوات عفوا بسطيلات اللي كنت وجدتهم معكم في رمضان. كيقول لك اللي خلى غداه العشاء مولانا هناه. صافي غادي نسخنهم يعني تقريبا هما راه طايبين، غادي نزيد نطيبهم شويه دهنتهم بالزيت. وكيف ما كتشوفوا هاد البريوات اللي كنشمعوهم واحد كندير لهم يعني نص طيبه في الفران، عاد كنجمدوهم راه ما كيطرطقوا ما حتى حاجه. صافي هنا كيف ما شفتوا المهم بعد ما طابت هذيك الحسوه زدت فيها شويه ديال الحليب عفوا انا كتعجبني بالحليب. زدت فيها الا كان الحليب ديال غبره كيكون احسن، ولكن انا ما عنديش، عندي غير الحليب السائل راه درتو. وغنزيد فيها في الاخر ديال زيت الزيتون صافي. وغادي نطفي عليها وغادي نمر باش غادي نوجد البريريت ديالنا ديال اتاي اللي هو ما كيخطاش المائده ديالنا ديال الافطار، سواء الا كنا صايمين كنفطروا به، الا كنا ما صايمينش في الفطور ديال الصباح غادي نوجدوه. وغادي نبدا نوجد الفطير ديالي. الفطور ديالي بسيط. يعني المهم يعني لا داعي ان الانسان يبقى يكلف على راسه ويبقى يقول لا انا صايم خصني ناكل خصني نطيب خصني. راه والله العظيم راه غير داك الكاس ديال الماء اللي كتفرقوا به الصيام وداك التمر راه تيغنيكم. والله انا بعدا كاين هذاك الكاس ديال الماء وداك 3 ديال التمرات او لا 5 ديال التمرات كل مره على حساب شحال كناخذ. وكنمشي نصلي الله قبل المغرب، منين كنرجع والله الا كنلقى راسي يعني كافيني. ولو ان شويه الصهد دابا ما كيتحتاج، ولكن مهم الانسان يصوم لله لوجه الله وصحه فيه حتى الصحه. اللي يقدر يصوم يعني يصوم، انا نصيحتي اللي يقدر يصوم صافي. هنا كيف ما شفتوا كنوجد هذوك اللي كنت استغنيت عليهم رجعتهم ثاني ديال رمضان. درت شويه ديال الشباكيه ودرت التمر وسلقت واحد البيضات. وكان باقي عندي واحد شويه ديال السلو، هذا ذوقتني اختي الله يذكرها بالخير. اختي كانت ذوقتني داك شويه هو اللي كان باقي. صافي درتو حتى هويا. والبسيطلات ديالي من بعد ما خرجتهم من الفرن كيف ما كتشوفوا ما كيطرطقوا ما كيوقع لهم حتى شي حاجه، كيبقاو كما همايا. داكشي باش كنقول لكم شمعوهم واحد شويه، لان ملي كيكونوا ما مشمعينش ملي كتجبديهم ودخلتهم الفرن كيطرطقوا. انا هنا هاد الطاجين هذا نصبته قبل ما نمشي نفطر. هذيك الساعات راه انايا صافي غنمشي نفطر، ولكن نصبت الطاجين ما عرفتش ما لقيتش اللقطه اللي نصبت فيها هذا الطاجين. درت البصله والثومه واللحم ونقص عليه النار. راه الا شفتوني في واحد اللقطه قبل راه كنت دايره ديك الحديده اللي كنديروا قبل تحت من الطاجين كنديرها انا تسخن من قبل باش ملي كنحط فوق منها الطاجين دغيا كتسخن ليا. المهم ما لقيتش هذيك اللقطه صافي وخليته يتقلى على خاطرو. مشيت فطرت انا على خاطري وخاطر خاطري صافي. هنايا العكز باش نجبد المقراش درت الماء يطيب غير في ديك الكاسرونه، لقيتها حدايا صغيره شللتها درت فيها الماء يغلى صافي. وغادي ندير العطريه ديال الطاجين راكم عارفينها، يعني عطريه ديال الطاجين ديالنا، شويه ديال الخرقوم شويه ديال السكينجبير شويه ديال الابزار. انا كنزيد فيه القزبر حبوب يابس صافي مدقوق صافي. هنايا سلقت واحد شويه ديال الباربه دي كنت سلقاها قبيلات، وسلقت واحد شويه ديال اللوبيا غنديرها اللوبيا صوطي صافي. الطاجين راه ما درتش فيه القزبر ما عندناش مقطع لان سلاليه، حتى غنتقدى ان شاء الله عاد غادي نقطعو ونوجدو ثاني نديرو في شي قريعات ويبقى هكذا كيجيك ساهل. كان عندي المهم انا حيت تقديت صافي وشنو سميتو خليته غسلته ودرتو هكاك ما فيه ما يقطع. وهنايا غادي نخدر داك الطويجين ديالي بجلبانه والفول ياك. كنديروا لهم الوداع لان صافي دابا بداو تيخرفوا يعني بداو يعني صافي شي شويه وراه ما غاديش يبقاو في خطره
صافي هنايا نقيت الفول هو الاولاني، كنحيد ليه هذيك النباته الفوقانيه باش حيت دابا راه شي شويه بدا كيقصح باش يدخلوا الطياب من الداخل باش ما يجيش قاصح. صافي وغادي يلبي ليا حتى المرقه حيت كيخرج داك النشا اللي كيكون وسط منه كيجي لذيذ صراحه. صافي غادي ندير الفول هو الاولاني، وباقا جلبانه ما كملتهاش في التنقيه، راه كتنقى عليا بنت اختي هي اللي معايا، حفصه هي اللي معايا، كنصومو نيت انا وياها وكنفطروا غير انا وياها، لان راجلي انا كيكون خدام ما كيفطرش معانا حتى كيجي داكشي. علاش انا غتشوفوني كنفرق دابا في الصيام ما كنديرش داكشي اللي بحال اللي كنت كندير الروتين اللي كنت كندير في رمضان، حيت كنا كنكونوا مجموعين. دابا حتى كيجي عاد كنتعشاو مجموعين. هذاك الشيء علاش هنا درت واحد الدوائر ديال الحامض هذا اللي كنا وجدناه، والله الا كينفع. وهنا غادي نوجد القهيوه، بنت اختي ما بغاتش القهوه، شربات غير اتاي والعصير. صافي انايا ضروري من هذا الكويس ديال القهوه كنرد به المجاج وكنمشي نجلس نهز التليفون نشوف الميساجات، نشوف شكون اللي غيعيط ليا وشكون اللي غيهضر معايا ومع من غنهضر. صافي صافي وغادي نمشي نجلس نشرب هذيك الكاس القهوه ديالي وغنصايب الشلاضه. ولكن هنا بالضبط واحد الفكره طاحت لينا في الراس، قلنا نمشيو نهزوا الطاجين ونمشيو للبحر نتعشاو. والله العظيم عرفتي راه الصهد واحد الحراره انا راه يعني واحد الحراره راه لا اله الا الله. وانا خرجت غير تسخرت الصباح، والله الا جيت سخفانه، والله ما جيت سخفانه ما قدرت ندير والو. هنايا غادي نوجد واحد شويه ديال السلطه. بعدا الحمد لله الطماطم راه الثمن ديالها نزل 4 ديال الدراهم. بعدا نديرو بعدا شلاضه نبردوه على راسنا. هادشي اللي كاين، العقوبه للطحين وللزيت والمازوط. وقول لي كاع ما تحلمي المغاربه ديالنا اللي طلعت شي حاجه كاع ما تعاود تنزل، كاع ما تحلمي تنزل. اي والله يقدرنا الله يغلب البركه على الجريه كيف ما كيقولوا الناس ديال زمان. صافي غادي نزيد شويه ديال الخس اللي كان عندي، كنت ديجا غاسله ودايره كنت خديت منها وبقى منها شويه. صافي درتو في بواطه وخليته في الثلاجه. غير هو منين ديروا له هكا خصكم تستعملوه لا غد ليه ولا ما تفوتوش فيه يومين باش ما تضيعوش فيه. يعني تسيب هكا اللهم بعدا اللهم فرح ولا مطروح. دابا راه خاصنا الا كنا محزمين راسنا حزام واحد مع هاد الغلا هذا راه خصنا نحزموا راسنا جوج احزمه ولا مع 3. اش غنقول لكم وحق الله زعما صراحه الدرويش راه لا اله الا الله، حتى حنا دراوش تحت رحمه سيدي ربي، ولكن اللي عندهم الوليدات وداك الشيء راه زعما صعيب شويه الحال. صافي هنا قطعتها نص خياره ونص خياره الاخر غادي نمشي ناكلو. كيعجبني الخيار بالاخص ملي كيكون داك الخيار الحلو. هنايا جلبانه في الحق ماشي انا اللي نقاتها بنت اختي مسكينه هي اللي نقاتها. صافي غادي نديرها وجلبانه هكا ملي كتكون طريه دغيا كطيب غنديرها غير من الفوق. صافي وكنبقاو دائما ملي كنديروا شي خضره دائما بالنسبه للبنات المبتدئات اللي ما كيعرفوش، باش البنات اللي كيعرفوا ما يبقاوش يقولوا ايوا صافي اش كتورينا هادشي راه حنا عارفينه. البنات المبتدئات اي خضره درتيها زيدي فيها شي شويه الملحه من الفوق، شي شويه ديال الابزار، وهزي شويه من هذاك المرق حتى هو سقيه بها باش حتى هي كتجي بنينه، ما تجيش المرقه من التحت بالاخص في ديال الطاجين من التحت. اما ملي كتكون كتغلى في الطنجره ولا في الكميله راه كتبقى تغلى حتى كيبقى يبقبق داك الماء كيطلع فوق منها. اما هنايا في الطاجين لا. صافي هنا كيف ما شفتوا زدت شويه ديال الابزار شويه ديال الملحه، وغندير واحد الخويط ديال زيت الزيتون كيعجبني هاد زيت الزيتون في الاخر. صافي هنا يغلى غير واحد الغليه، ينقص واحد شويه ديال الماء وصافي غادي نطفي عليه لان اللحم طاب كلشي طاب. صافي الطوجين ديالي يعني كيكون واجد، وغادي نصايب هنايا واحد شويه ديال السلطه ديال الباربه. المهم هي راه سلطه وحده ولكن الباربه ما غاديش نخلطها معاها، غادي نخليها بوحديتها. فهاد الاثناء هذا راه الطاجين ديالي طفيت عليه، انا بدلت حوايجي غادي نمشيو للبحر نتبردوا واحد شويه. صراحه حنا كنا باغيين نديو الطاجين ولكن راه باقي كيبقبق، ما ندي فينا نحطو غادي يحرق ليا. المهم صافي خليناه ومشينا للبحر. بقينا انا كنقولوا حنايا راه حنا اللي في الدار، اما الدنيا راه الناس خارجين وكانت نيت الحراره. هذا ماشي البحر، هذا بالنسبه للناس ديال مدينه القنيطره، هذا لا كورنيش ديال واد سابو. حتى هو الناس كيخرجوا فيه تيدوروا تيتساراو تيجيبوا وليداتهم. كاينين القهاوي هنايا زوينين اللي بغى يجلس في القهاوي، الوليدات كيلعبوا. المهم كاينين الامهات والوليدات ديالهم هكذا، الانسان كيتبرد وكيبدل حتى الجو، يعني كيبدل داك الجو داك 4 ديال الحيوط. صافي
وهنايا واحد المنظر دائما كنقلوا لكم بالنهار كنقلوا لكم هذا المنظر هذا بالنهار. اليوم نقلت لكم بالليل. هذاك راه البحر، وكيبقى على اليمين على اليسار اللاك ديال سيدي بوغابه، يعني ديك البحيره اللي شحال من مره شاركتها معكم. رجعنا للبيت ديالنا غادي نتعشاو، وهذا منه عشاء منه سحور منه كلشي. المهم الا خديت غناخذ غير شي كاس هكا ديال الحليب اولا شي حاجه على حسب قبل من صلاه الفجر وصافي. غادي نحط الغديوه ديالنا. ديك اللوبيا راها صوطيتها، وغنحط السلطه، وحتى بديت تا سالينا حنايا، وحطيت السلطه وتعشينا وسالينا، ورجيت للكوزينه رجعنا كنجمعوا الماعن. عاد لقيت راسي السلطه ديال الباربه ما حطيتهاش، نسيتها طاحت من بالي. صافي بقات صافي درتها في الثلاجه حتى الله غد ليه، ما غاديش تضيع وما غاديش تلاوح. الله يخلي لنا التليليجات والمجمدات كينفعوا الحمد لله. المهم الانسان الحاجه ما يضيعهاش وصافي، يحاول انه ما يضيعش. هنا الخبز كان عندي ديجا عجناه، يعني انا ما كنعجنش كل نهار، كنعجن يعني واحد العجنه وصافي كتبقى لي يومين 3 ايام 4. وكان هذا هو الفيديو ديالي، كنتمنى انه يكون نال الاستحسان ديالكم وخرجتوا منه ولو بفكره بسيطه. كيف ما كنقول دائما، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعايه الرحمن، والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنسونيش من الدعوات والاشتراك والضغط على الجرس واللايك، والى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاهل والاحباب.